السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطويجين ديال الحوت أو السمك من أروع ما يكون ومن ألذ ما يكون. غيعجب الكبير والصغير، والمهم ساهل ماهل ومختلف، ويعني وحتى الأمهات يعني غيتهناو هما وليداتهم كياكلوا في الحوت، يعني لا ما غاديش يخافوا من الشوك. المهم هذا بالنسبه لهاد التونينه هي هذه، ولا كابيله كل واحد شنو كيسميها. انا كانت عندي ديجا في المجمد، يعني جبتها من كيف ما جبتها، يعني درتها في المجمد. كنحتفظ ب اي نوع سمك جبتو كنحتفظ به الا كنت غنحتفظ فيه في المجمد، يعني ما كننظفو، ما كنحيدلو لا ديك المصارين ديالو لا والو، كنحتفظ به كما هو باش كيحافظ على الطراوه ديالو، باش كيحافظ على ديك الطيبه ديالو د الحوت. صافي هادشي اللي كاين. انا هنا راني جبدتو متلج، غنخليه حتى يذوب شويه من الثلج، وغادي نحيدلو ديك الراس وغادي ننظفو مزيان. صافي غنديرو يتسلق. بالنسبه لمده التسليق يعني من 7 دقائق حتى 10 دقائق. غدا الا عندكم وريقه دراند كتستعملوا واحد الوريقه دراند، عندكم واحد نص ليمونه حامضه كتستعملوها. مع الملح طبعا. هانتوما كتشوفوا من بعد ما نظفتوه، يعني هانتوما كتشوفوا يعني نظفتو مزيان، ويعني ما خليتوش حتى داب من الثلج تماما. وغنضيف شويه د الملح طبعا، غنراعي لانني بقى غندير الملح في الطاجين، يعني غنضيف غير شويه وصافي. هنا بالنسبه للمقادير اللي غنستعمل، عندي 5 فصوص من الثوم. الثوم عاود على حسب نتوما واش كتبغيو ولا ما كتبغيوهاش، بكثره ولا بقليله. هنا مطيشه عندي 3 حبات من الطماطم، يعني صغار ماشي كبار، تقدروا تستعملوا غير جوج. بالنسبه للقزبر، يعني عندي غير القزبر بوحدو. عفوا كتاكلوا حتى ديك الفلفله الحاره، يعني السوداني، ديك السودانيه يابسه، ممكن حتى هي تقصوها مع هاد القزبر هذا، راه كتجي لذيذه وكتطلق واحد. المهم عجيبه كيجي بها هاد الطاجين هذا، كتجي عجيبه. الا كانوا كياكلوها الوليدات ممكن تستعملوها. بالنسبه لي انا قصصت قزبر وحكيت عليه الثومه بهاد الطريقه هذه. انا يعني استعملت الطريقه هذه، الطريقه التقليديه. بغيتو تستعملوا باش توفروا عليكم الوقت، وهذا يعني في الهشوار ولا بغا ميكسور ولا الخلاط الكهربائي ميكسور ممكن. انا استعملت الطريقه التقليديه صراحه. الله الطويجين هذا تعلمته من العكوزه ديالي والشيخ ديالي، هما كيستعملوا بهاد الطريقه هذه، وحتى انا بقيت كنستعملو بهاد الطريقه هذه. هنا عندي واحد المعلقه ديال الزعتر يابس. اولا تستعملوا مثلا المهرز، يعني حتى المهرز يعني كنت كنعقل يعني شحال هادي كانوا كيديروا هاد شرميطه د الحوت ولا هاد الهرزه د الحوت كانوا كيديروها في المهرز، كانوا كيدقوها في المهرز، كانت كتجي لذيذه بزاف. ويعني هاد الصبار والثومه والحار اللي عندكم وهاد الزعتر، المهم كتضيفوا هادشي كامل في المهرز، وكديروا لهم واحد الرشيشه خفيفه ديال الملح. صافي كدقوهم حتى كيتسحقوا مزيان. صافي وكديروهم في الطاجين ديالكم. وبالنسبة للفيديو مثلا، الطريقة ماشي هي الأهم، خصكم تتبعوا حتى النصائح وبعض بعض المسائل اللي ديتاي لي هما صغار يقدروا يفيدوكم. حاولوا تشوفوا دائما الفيديو حتى النهاية، ما تجربوه حتى شي حاجة فضلا وليس أمرا غير باش تستافدوا. كان كما كتعرفوا انا راه القناه ديالي راه كتدخلوا ما كتلقاو لا اشارات لا والو، راه ما كنتقدم لا ربح لا حتى شي حاجه. كنحاول غير نعطيكم شي حويجات اللي تستافدوا منهم والسلام. وما تنساوليش حتى نتوما بلي لايك هما كيخليو الفيديو يوصل للناس، والقناه تبقى تطلع في محرك البحث، ويعني دائما يوصل لكم الجديد طبعا. وعاود ديروا شي مشاهده كامله باش الفيديو عاود يعني كيزيد يظهر عاود. وهذا المشاهدة كاملة هي اللي كتطلع الفيديو، وحتى الناس اللي مفعل عندهم الربح، يعني المشاهدة كاملة راه كتنفعهم بزاف، كتنفعهم يعني بالنسبة مع يعني تحقيق الربح. بالنسبة للمطيشة غنحطها في حكاكا، بغيتو مثلا طحنوها في العشوار او لا بغا ميكسور او لا هذا ماشي مشكل. انا فضلت نحكها هنايا، غير نتوما حاولوا ما ديروش قشور، يعني حكوها مثلا صفيوها او لا مثلا قشروها عاد حكوها.
بالنسبة للمطيشة أنا استعملت يعني 3 حيت الوليدات كيعجبهم هاد الطاجين هذا وكتعجبهم فيه مطيشة زايدة. تقدروا نتوما ديروا يعني غير واحد 2 حبات د المطيشة وصافي. بالنسبة التونينة هي تسلقات، يعني صفيت ليها ديك الماء خليته حتى برد وصفيتو. انا ما عنديش باردة تماما، تقدروا نتوما توجدوا هاد تسلقوها على بكري وتخليوها حتى كتبرد تماما. عاد تقوموا بهاد العملية، يعني كتقشروا لها كتزولوا لها عفوا ديك الشوك ديالها. هانتوما كتشوفوا راه ديك الشوك كيزول بواحد السهولة واحد البساطة. يعني هانتوما كتشوفوا يعني غير يزيد ديك السلسل غير خص فيه هو يتحس بوحدو. وبالنسبة للشوك يعني غنبقاو نشدوه بهاد الطريقة هاد الحوت ونبقاو نحيدو الشوك غير بشوية بشوية. راه كيحيد بكل سهولة ومكيديش معنا واحد الوقت اللي هو كتير مع التسلقات، يعني ديك الشوك هو بيدو كيعلي راسو كيظهر. صافي نحاولو نحيدو هاد الظهر هذا. انا بيدو تا هو الشوك، فيه الشوك بزاف. يعني نحاولو نخليو غير الهبرة، يعني ما نخليو حتى نحاولو نقيوها مزيان من الشوك. خليو غير الهبرة، راه كتجي بحال ديك التونة المعلبة اولا التون المعلب اولا المهم الطون معلب، راه كتجي بنينة بزاف. وتقدروا ديروها بواحد الكمية اللي هي كثيرة وتحتفظوا بها يعني في العلب، نهار اللي توقفوا عليها يعني تحتاجوها اولا نهار اللي تكونوا مزروبين اولا. هذا كتجبدوها عاود غير كتسخنوها صافي وكديروها غدا ولا عشا. صافي هنا راني درت واحد المعلقة صغيرة ديال صلصة الطماطم اولا طماطم مركزة. درت هاد المطيشة هادي درتها في الطاجين. ستفت على هذيك الحوت. ضفت ديك القزبر والثومه وديك المهم ديك الزعتر داكشي اللي قصص مزيان ضفتهم من الفوق. صافي. وبالنسبه للتوابل راه ما صورتش، يعني ضاعت لي ديك اللقطه. عندي معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، يعني حاولوا يعني حاولوا تلتزموا بهاد المقادير التوابل. واحد شويه د الابزار يعني اختياري اللي درتو، انا درتو اختياري. صافي يعني هاد التوابل صافي وشويه د الملح، تلقتها بالملح صافي وخليتها. والزيت طبعا سواء بلدية ولا رومية بحال. صافي انا عندي صعيب باش كنصور فوق البوطه فهاد الطاجين هذا، يعني ما لقيتش علاش نحط التليفون. صافي كنحط عندي الطاجين حتى قدامي وكنصور. المهم راني خليته تقريبا بقى لي واحد ربع ساعه على البوطه الطاجين. صافي هو كيطيب وانا كندير واحد المعلقه وكنورك على ديك ساعه كنجي كنورك على ديك الحوت هكذا كنهبطو بالمعلقه وكنسقيه من الفوق بديك المريقه حتى شرب ديك المريقه ديالو تماما. وهانتوما كتشوفوا كي جا مشرمل ما شاء الله اللهم بارك.